انت بقى باذن الله هتستفاد ايه من الكورس اللي انت تاخده ده؟ بفضل ربنا هعرفك وهشرح لك فيه يعني ايه جواز شرعي من الالف للياء، هشرح لك كل تفصيله صغيره فيه باذن الله. ان شاء الله باذن الله هقول لك ازاي تتجوز عملي بالقلم والورقه، هشرح لك كده هتجيب ايه بكام وهتعمل ايه عملي على ارض الواقع. تعرف ازاي تختار عروسه واهل العروسه دول يكون فيهم مواصفات الصلاح المبدئيه الظاهريه، ازاي تتفق مع اهل العروسه، ازاي تتفق معاهم على كل كبيره وصغيره، تفهم انت هتجيب ايه وهم هيعملوا ايه وايه اللي هيحصل من الالف للياء، فاهمك تقول ايه وتعمل ايه، طريقه ازاي، اسلوب ازاي، الاتفاق ازاي، باذن الله كل ده هشرحه لك. هشرح لك ازاي بتكون الخطوبه اللي ترضي ربنا عز وجل، ازاي تكون الخطوبه وضوابطها ونظامها وشروطها واحكامها، كل حاجه هشرحها لك في الخطوبه بطريقه سهله مبسطه زي ما انا بتكلم كده، مش هقعد اقول لك لغه عربيه فصحى ولا هصعب عليك الدنيا. باذن الله ربنا يوفقني هرد لك على كل الاسئله اللي هتيجي في دماغك من ناحيه الزواج الشرعي او دماغ ولي امر العروسه، كل تفصيله كل سؤال جه في دماغك او الناس بتساله بره هقوله لك. وصدقني اللي انا بقوله لك ده اي حد محتاجه، اي حد محتاج ان هو يكون اسره سويه ونشء مسلم وبيت سوي، بيت مظبوط منضبط، كل واحد فيه عارف هو ليه ايه وعليه ايه. ربنا يحفظنا يا رب ويوقعنا يا رب في الناس الكويسه اللي تتقي فينا ربنا، ربنا يوقعكم في الكويسين في الصالحين، اللهم امين. يلا السلام عليكم.